السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن جزئية مهمة جدا، الجزئية الخاصة بالفواتير والتوقيع الإلكتروني. طبعا احنا بنتكلم الكلام ده للناس اللي هي سجلت أصلا وشغالة وبتطلع الفواتير بتاعتها، سواء بتطلعها عن طريق التوقيع الإلكتروني أو عن طريق الختم الإلكتروني. دلوقتي بقى هو مطالب عشان يقدر يشتغل ويطلع الفواتير الإلكترونية، قدامه بس فرصة إن هو يرجع يوم لورا، لأن احنا دلوقتي في شهر 12. هو قدامه يوم واحد بس يقدر يرجع بيه ورا، ما ينفعش ان هو يتجاوز هذه المدة. طيب دلوقتي لو احنا بنتكلم على شهر واحد، من شهر واحد الجاي هيطلع الفاتورة لحظيا. يعني ايه لحظيا؟ يعني الفاتورة هتبقى في نفس اليوم، مش هينفع يرجع اي يوم ورا في تقديمه للفاتورة الالكترونية. فخدوا بالكم من الجزئية ديت، ان الفاتورة بعد كده في الشهر اللي احنا بنتكلم فيه ده هو قدامه بس يوم واحد فقط هو اللي يرجع بيه ورا. ومن شهر واحد الجاي هيتم تقديم الفاتورة لحظيا يوم بيومه، عشان بعد كده الفواتير لازم تتقدم على الكلام ده. فطبعا انت لما بتيجي تقدم الفاتورة وبيوافق عليها المورد، كده الفاتورة بقت نهائية. طب انا فرضا عايز الغي الفاتورة، مش هينفع ان انت تلغي الفاتورة، بتعمل حاجة اسمها كريدت نوت عشان تقدر تلغي الفاتورة بتاعتك. بس نصيحتي ليك، حاول دايما تراجع الفاتورة كويس قوي وتتأكد منها قبل ما تبعتها، عشان ما تبقاش في عندك مشكلة نتيجة الشغل بتاعك، ان انت بتعمل كل شوية تعمل فاتورة وتلغيها، تعمل فاتورة وتلغيها. ده هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لمصلحة الضرائب عندك. فنصيحتي ليك، وانت بتعمل فاتورة اعمل لها حفظ، راجعها كويس قوي، اتأكد ان الفاتورة انت عاملها كويس، بنودها كويس، عامل الاكواد بتاعتها كويس. ولو عايز تبعت حتى بالنسبة للدرافت للممول بحيث ان هو يبص عليها ويشوفها، لو تمام ابعتها وارسلها للممول عشان يتم الموافقة عليها لحظيا، وما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لك في الفاتورة الإلكترونية بتاعتك. إنما مش كل شوية تعمل كريدت نوت وتلغي الفاتورة بتاعتك، ده هيعمل لك مشكلة. سواء كمان مشكلة أكبر بالنسبة للمسجلين القيمة المضافة، لأنه هو لما بيجي يعمل فاتورة ويجي يلاقي في الآخر ان تم الرفض عليها او الفاتوره فيها مشاكل، لما يجي يقدم اقرار القيمه المضافه نتيجه الكريدت نوت اللي هو عمله، هيعمل له مشاكل في الاقرار بتاعه والشغل بتاعه. فحاول دايما ان انت تراجع الفاتوره اول باول، وكمان تبقى متاكد من الفاتوره واخبارها وشغلها، عشان ما يتمش ان انت الفاتوره بتاعتك تبقى فيها اي مشكله لاي سبب من الاسباب.